مرحبا بكم في القناة. شوفوا لي هاد الكيكة كيفاش كتجي واحد الكيكة اللي مفشفشة ورائعة بالمذاق ديال القهوة والكاكاو. يا سلام، كنتمنى تجربوها. هي واحد الكيكة اللي كتجي طالعة بزاف ومفشفشة وبواحد الطريقة اللي ساهلة، مزينتها بالمكسرات جاتنا على هاد الشكل. يعني واحد الكيكة رائعة، يعني راه صراحة كتجي بواحد المذاق ما تشبعوش منه. ندوزو للطريقة ديال التحضير. في واحد الباول كنديرو 4 ديال البيضات، يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يكونوا من الحجم المتوسط. صافي كنديروا هذوك 4 البيضات في الباول. صراحة هاد الكيكة راه ساهلة وبواحد المكونات اللي اقتصادية، يعني راه ساهلة واي واحد يقدر يصاوبها. من بعد غنزيدو واحد الكاس ديال السكر، واحد الساشي ديال الفاني، قبصة ديال الملحة، وكنخلطوا هاد المكونات ديالنا. يعني البيض مع السكر كنضربوهم مزيان حتى كيذوبوا لنا دوك الحبيبات ديال السكر. يعني كندربوهم، اللي عنده الدراب الكهربائي يدرب به باش يسرع العملية. صافي كندربوا هاد المكونات ديالنا. انا دربت غير بالفوي، دربوهم مزيان حتى كتطلع لكم هذيك الكشكوشه كما كتشوفوا. من بعد غادي نزيد قشور ديال الحامضه، اللي بغى يديرهم يديرهم، الا دار الفاني صافي راه كافي. الفاني كينكه. من بعد غنزيدوا واحد الكاس ديال الزيت، وغادي نحركوا هاد المكونات مزيان. يعني غادي نضربوا هذاك البيض مع السكر مع الزيت حتى كيولي لنا على هاد الشكل، كيولي لنا اللون ديالو ابيض. من بعد غنزيدوا الدقيق. انا خدات ليا تقريبا واحد 3.5 د الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق عامرين. صافي غادي نجيبو داك الدقيق، غنزيدو عليها الخميره، واحد الساشي ديال الكاكاو. الخميره درت 3 ديال الخمارات اللي هي 21 غرام. صافي غادي نغربلو هذاك الدقيق مزيان مع داك الكاكاو. غادي نخلطوا الخليط ديالنا. الا كان خاصنا الدقيق نزيدوه بالتدريج، يعني عندنا ميزاننا. بعد ما خلطت الخليط ديالي هنا عاد غادي نزيد القهوه سريعه الذوبان. شديت واحد الشاصي ذوبته في كاس ديال الماء وضفتو. انا هنا ضفتو حتى للاخر، يعني اللي بغى يضيفو مورا فاش درنا الزيت يضيفو، انا خليته حتى للاخر عاد ضفتو. صافي هنا غادي نخلطوا الخليط ديالنا مع زدت هذاك القهوه. كان خاصني شويه دقيق، زدت شويه دقيق باش كيتقاد ليا الخليط، كيجينا على هذا الشكل كما كتشوفوا. من بعد غادي نزيدوا واحد المعلقه ديال الخل. هذاك الخل باش كيقدر يخلي لنا الكيكه ما تخسرش، يعني نخليوها 3 ايام ولا 4 ايام في الثلاجه وكتبقى زوينه في الماكله. صافي من بعد ما خلطنا داك الخل مع الخليط ديالنا كيرجعنا على هذا الشكل. غادي نجيبوا واحد المول اللي هو كتشوف كما كتشوفوا 24 سنتيم، وغادي ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق باش ما كيلصقناش. اللي بغى يدير بابي كويسو يدير بابي كويسو، انا كندير غير الزبده والدقيق راه زوين. صافي الطريقه التقليديه كما كتشوفوا. صافي غادي ندوزو هذاك الدقيق على الجناب مزيان باش كيشد لنا في المول. غادي نحركوا الخليط ديالنا باش كينطلق لنا غير واحد التحريكه خفيفه، وغادي نخويو الخليط ديالنا كما كتشوفوا. نحاولوا نعليوه واحد شويه ونخويو الخليط ديالنا كيجينا على هذا الشكل. يعني راه كتجي واحد الكيكه اللي رائعه جدا، يعني راه ساهله. وحتى هذا المول راه كيدير 13 درهم، انا كنت خديته 13 درهم، راه رخيص تقدروا تاخذوه. غير هو في الفران نقصوا على العافيه بزاف باش ما يتحرق لكمش الكيكه. صافي هنايا غادي نجيبوا المكسرات اللي بغينا نديرو. انا درت غير شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، شويه ديال الكاوكاو. صافي وغادي نخلطو كما كتشوفوا. انا الكاوكاو درتو خضر لانه غيدخل الفران وغيزيد يطيب. صافي هنايا غادي نديروا له شويه الدقيق باش ما كيهبطناش، يعني داك الدقيق ما كيخليش ديك المكسرات تهبط لداخل ديال الحلوى، يعني كتبقى غير من الفوق. صافي كما كتشوفوا غادي نديروا دوك المكسرات ديالنا في الكيكه ديالنا. من بعد غتجينا على هذا الشكل كما كتشوفوا. غادي ندخلوا على الفران. الفران يكون سخون شويه، وغادي نخليوه غير على واحد الدمعه، يعني ما غاديش نجهدوا للفران. فاش خرجناه جاتنا على هذا الشكل، كتجي واحد الكيكه اللي رائعه. وما تنساوش ديروا لها واحد الخط دائري في الوسط. انا ما تصورتليش اللقطه. هنا غادي نقلبوها كما كتشوفوا. راه واحد الكيكه اللي طالعه وجات زوينه بهذاك المنظر ديال الكاكاو والقهوه مع دوك المكسرات، يعني كيتواتاو في المذاق وحتى في الشكل. صافي هنايا غادي نقلبها كما كتشوفوا. صراحه كتجي واحد الكيكه اللي طالعه وزوينه ومفشفشه. شوفوا معايا المنظر، يا سلام. يعني تقدروا تقدموها غير هكا تزوقوها ولا تقلبوها على الجهه الاخرى. يعني ملي درنا لها دوك المكسرات ودرنا لها داك الخط جات لنا بحال هكا. يعني راه ما خاصهاش تزين، ولا يعني مزينه راسها براسها بدوك المكسرات. غير هكا تقدروا تقدموها. صراحه كتجي واحد الكيكه اللي رائعه بواحد المذاق، يا سلام. يعني وكتجي مفشفشه من الداخل. يعني راه صراحه كيكه واعره. الا وصلوا لهنا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليو لنا واحد الكومونتير زوين، وتقترحوا عليا وصفات وتعطيوني الاراء ديالكم في هذا المحتوى اللي كنقدم. وبالصحه والراحه. شوفوا لي كيفاش كتجي، يعني كتجي واحد الكيكه مفشفشه يعني من الداخل، وفواحد فيها واحد المذاق ديال القهوه مع الكاكاو مع المكسرات. صراحه كيتواتاو مع بعضياتهم، كيجيو زوينين في المذاق. ننصحكم تجربوها بواحد المكونات اللي اقتصاديه، يعني ما كتحتاجش بزاف وكتجي زوينه بزاف. يعني شوفوا لي راه كتجي واحد الكيكه اللي رائعه.
يعني غادي نفتحها معاكم وغادي تشوفوا. يعني راه صراحة كتجي مجعبة من الداخل وكتجي طايبة وكتجي زوينة. ننصحكم تجربوها صراحة، راه كيكة رائعة وبواحد المقادير اللي هي بسيطة. ننصحكم تجربوها، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتخليوا لنا واحد الكومنتير زوين وديروا لنا جيم وتشاركوا الوصفة مع العائلة والأصدقاء. وبالصحة والراحة، ونشوفكم في فيديو جديد.